اكتشفت ان مشكلة بداية احتلال قناة السويس كان بسبب كرم المصريين. طب ازاي؟ كنت قاعد بقرأ كتاب بيتكلم عن بداية تاريخ حفر قناة السويس من سنة 1858 لسنة 1869، واكتشفت ان بداية مشكلة احتلال قناة السويس كان عربون محبة. طب القصة هتبدأ من واحد اسمه ديليسيبس، دبلوماسي فرنسي قديم كان موجود في مصر كرئيس للقنصلية الفرنسية، ولكنه خرج عن المعاش وساب مصر ورجع لبلده. وفجأة جات له رسالة: يا ديليسيبس الحق، الخديوي سعيد مسك حكم مصر. واخونا ديليسيبس فرح واستغل الفرصة ولم شنطته ورجع تاني لمصر. وعلشان نفهم مشكلة ان حد ياخد موافقة حفر قناة السويس كانت كبيرة ازاي، فوقت الاحتلال الفرنسي اتعرضت الفكرة ولكنها اترفضت علشان كانوا مقتنعين ان منسوب البحر الابيض المتوسط اعلى من منسوب البحر الاحمر، فبالتالي صعوبة مرور السفن التجارية من البحر الأحمر للبحر المتوسط، فبالتالي اترفضت الفكرة. ولكن أخونا ديليسيبس استغل إن هو وسعيد باشا أصحاب من زمان، وأخد الموافقة الابتدائية لبداية تأسيس شركة حفر قناة السويس، واللي كانت سبب رئيسي إن شركة قناة السويس حق انتفاعها لمدة 99 سنة لغير المصريين. والشاهد من الكلام انه خليك اجتماعي وما تستقلش من صحابك اللي انت ماشي معاهم، علشان ممكن واحد فيهم يوصل في يوم من الايام ويديك عربون محبة. سلام.